السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تري شور في بي ان. التطبيق ده مساحته 10 ميجا، حمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الفي بي ان. تطبيقات الفي بي ان دي لازمتها ايه؟ لازمتها ان اول حاجة تقدر تخليك تستمتع بسرعة انترنت عالية، تقدر تخليك تستمتع بألعاب المشفرة تستمتع بيها في بلدك. تطبيقات الفي بي ان دي اصلا الغرض منها ان هي تخليك تقدر ان انت تدخل على النت وتتصفح وكأنك داخل من دولة تانية غير الدولة اللي انت فيها. في حالة الدولة اللي انت فيها ما بتدعمش آه تطبيقات معينة، او ما بتدعمش ما بتبقى في مواقع ما بتفتحش عندك في البلد، في تطبيقات ما بتفتحش عندك في البلد، في العاب ما بتفتحش عندك في البلد. فتطبيق الفي بي ان لما بتشغلها على الموبايل عندك كأنك فاتح من دولة تانية، بتقدر تخليك تفتح تحمل اي تطبيقات انت عايزها، سواء تطبيقات دي خاصة بدول معينة او تطبيقات دي مش مدعومة في البلد اللي انت فيها. زي مثلا التطبيقات اللي بتكون خاصة بدول أوروبا، تطبيقات خاصة بدول الولايات المتحدة الأمريكية، تقدر انت تحملها وتشتغل عليها وتستمتع بكل المميزات بتاعتها عادي جدا. تقدر تخليك كمان ان انت تستمتع بسرعة انترنت عالية. كمان بتقدر تخليك لو انت دخلت على اي شبكة انترنت عامة، شبكة واي فاي، مفيش حد او المسؤول عن الشبكة ميقدرش يعرف الاي بي ادريس بتاعك، ولا يقدر يعرف ان في حد ده اصلا دخل على الشبكة، عشان هي بتخفي الاي بي ادريس بتاعك. عشان احنا زي ما قلنا في البداية ان هي بتخليك كأنك فاتح من دولة تانية، فهي بتخفي الاي بي ادريس بتاعك. كمان ما بتقدرش تخلي اي حد يحدد الموقع بتاعك من خلال الجي بي اس، لان زي ما قلنا برضو ان هي بتخليك كأنك فاتح من مكان تاني غير المكان الحقيقي اللي انت فيه. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية مفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق واكتشف حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان في بعض الناس بتخش تشوف الفيديوهات وتحمل التطبيق، وبعد ما تحمل التطبيق يعني الكلام ده كمان بتبقى في التطبيقات اللي موجوده على القناه بقالها فتره طويله، بقالها 10 شهور، بقالها سنه، بقالها اكتر من سنه. تقول لك انتوا ليه مش قايلين كل الحاجات اللي موجوده في التطبيق سواء الايجابيه او السلبيه؟ عشان مثلا بيكتشفوا بعض الحاجات اللي احنا مثلا مش قايلينها. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ما كانتش الحاجات دي موجوده، عشان التطبيقات دي بينزل لها تحديثات مستمريه، يعني ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر ينزل لتطبيق تحديث غير من معالم التطبيق كله. عشان كده دايما بننوه ان اي حد يكتشف حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات كمساعده لاي شخص تاني حابب ان هو يحمل التطبيق ويشتغل عليه. فعشان كده دايما بننوه الناس على الموضوع ده. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.